السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم نقوم برسم معبر عن فلسطين، وهو بشكل علم على فراشة صغيرة. وتابعوا ذلك. قبل ذلك أدعوكم أصدقائي إلى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس. إذا نقوم برسم الفراشة، فراشة عادية. إذا نواصل رسم جناح الفراشة الأيسر ونقوم بتقسيمه إلى قسمين بهذا الشكل. والآن نرسم الجزء السفلي من الجناح ونستعمل ممحاة في حال ما إذا أخطأنا. إذا ثم ننتقل إلى رسم الجناح الأيمن ونحاول أن يكون بنفس الحجم والطول. إذا والآن أرسم الجزء العلوي من الجناح وأقوم بتقسيمه، ثم أنتقل إلى القسم الجنوبي. وحاول أن يكون يدك يعني استعمال القلم بطريقة سلسة، لا نضغط على قلم الرصاص. إذن نواصل بهذه الطريقة وأضع قرني الاستشعار خاصة بالفراشة. الآن أقوم بوضع تفاصيل خاصة بالعلم، هذا المثلث الأحمر خاص بالعلم. ثم في الأعلى أضع حد اللون الأسود للعلم، وبعدها أضع حد اللون الأخضر في الأسفل. الآن آخذ قلم أسود وأرسم جسم الفراشة، وأحاول أن أضع أو أترك نقطة بيضاء للمعان. بعدها أحاول الآن أرسم الجسم الخارجي بالقلم الأسود ليكون واضح تماما، وأنتقل إلى الجزء الآخر بنفس الطريقة. إذن أدعوكم إلى الاشتراك، لا تنسوا الاشتراك أصدقائي. إذن نواصل بالطريقة. الآن أضع أو ألون هذا الجزء العلوي بنفس اللون الأسود. الآن أصدقائي أقوم بتسريع الفيديو حتى لا يكون طويل. إذن بعد الانتهاء من تلوين الجزء العلوي بالأسود، أرسم قرن الاستشعار. بعدها أستعمل القلم الأحمر لرسم المثلث، وأبدأ التلوين. بعد الانتهاء أنتقل إلى اللون الأخضر وأقوم بتلوينه. وعند التلوين حاول صديقي ألا تخرج عن الإطار حتى يكون الرسم جميل. استعمل القلم الأسود وأحاول أن أوضح الجسم الخارجي. أوضح الآن تفاصيل صغيرة خاصة بالجناح حتى يكون له شكل جميل وحجم. أستعمل الآن قلم الدمج أو أستعمل يعني منشفة أو ذلك، أنظف الورقة. الآن أضع ظل الفراشة ليكون لها شكل ثلاثي الأبعاد. أقوم بتلوين طبقة خفيفة بقلم الرصاص، ثم أنتقل إلى الجهة المقابلة بنفس الطريقة وألون طبقة خفيفة بقلم الرصاص بنفس الطريقة كما تشاهدون. حاول ألا تضغط. أستعمل قلم الدمج أو يعني منشفة أو ورقة صغيرة لدمج قلم الرصاص. أواصل بهذه الطريقة. إذن بهذا الشكل أواصل.
أصدقائي، هذا هو الشكل النهائي. أتمنى أن يعجبكم الرسم.